السلام عليكم، رسالة سعيدة. السلام عليكم يا سيادة الرئيس. أنا دلوقتي يا سيادة الرئيس، لما عملت الشكاوي جت الشرطة بتاعت شرطة المرافق تطلب من الناس هناك 11,000 جنيه تقريبا أو 10,000 وكسور عن 10 سنين من 2015 لبلوكين واخدين أمر إزالة حتى بدليل إن متشال منهم دورين. أنا شقتي أرضي وعملوا سلالم رخام وحركات كده عشان يثبتوا ان البلوك شكله واو وبيضوه وعملوا حركات، لكني شقتي لغايه دلوقتي على المحاره. اتفقت الشؤون وقتها مع استاذ حسن ايام سعاد الخولي والنصبه بتاعت رجال الاعمال لما اتسجنت سعاد الخولي، لا ده لسه في مجرمين مستخبيين، ولما لقوا البلوكين ما وقعوش علينا فجايين يطالبونا ب 11,000 جنيه او 10,000 وكسور البلوكين واخدين امر ازاله متشال منهم دورين. الفيران بدليل ان البيت قال للصوت، وكل اللي اشتغلوا في البيت دوت من المنطقه قال لك ده البيت دوت مخوخ وهيقع في اي وقت، يعني هزه ارضيه اللهم احفظنا زي بتاعت تركيا دي، شكرا كلهم تحت البتاع. مين بقى اللي هيتحاسب بقى؟ سعاد الخولي اللي اتحبست ولا رئيس الحي ولا البلوكين اللي اصلا مش محسوبين على الحي؟ دلوقتي بقى قال لك ايه ده لسه عايشين وما ماتوش، يلا بينا بقى نقلبهم في 10,000 وكسور كل الفترة دي ونقول لهم انتوا ما عملتوش ليه بتاع دوت مقايسة ميه مقايسة كهرباء، بما ان المعظم اللي قاعد مسجلين، بما ان